طيب الفيديو دوت مش زي أي فيديو، الفيديو دوت هاكلمك عن إيه أصعب حاجات أنت كمصري أو يعني كعربي ممكن تشوفها في هولندا، يعني إيه أوحش 5 حاجات في هولندا. أنا سيف إمبابي وأنا برضو عملت فيديو عن إيه أحلى 5 حاجات في هولندا، هسيبه لك تحت في الوصف. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعمل لي اللايك الحلو والسبسكرايب الجميل والشير الأحلى، وتسيب لي برضو تعليق حلو كده يفرح القلب، وتنضم معايا في القناة بتاعت الواتساب. ويلا بينا بقى نتكلم عن الخمس حاجات، أصعب 5 حاجات فيكي يا هولندا. نبدأ بأول حاجة وش كده هوت الجو. الجو هنا وحش بطريقة يعني لا يمكن تتخيلها. ممكن يجي لك 4 فصول في يوم واحد، خريف ربيع شتاء صيف في يوم واحد. يعني لو اخدت بالك من الفيديوهات ديت، او انا دلوقتي يعتبر بصور لك كل يوم الجو بشكل، الجو حلو الجو وحش، الدنيا بتمطر الدنيا شمس، ما تعرفش تلبس ايه. يعني الواحد بيخرج معاه في شنطة عربيته على طول جاكيت، حتى لو في شهر 7 في عز الصيف لازم يكون معاك جاكيت أو على الأقل شمسية عشان المطر. التاني حاجة بقى السكن. يعني هنا من أصعب الحاجات عندهم، يعني حاجة عندهم حرفيا أزمة كبيرة جدا فيها. من أصعب الحاجات هي السكن. ليه بقى السكن؟ يعني هولندا فيها 17 مليون نسمة، فيها 17 مليون شخص. بس هولندا كدولة صغيرة، يعني انت لو شلت هولندا كده حطيتها في مصر تحطها 17 مرة. 17 ولا 7 مرات والله ما انا فاكر، بس هو يا 17 يا 7 مرات. المهم يعني عشان تعرف هولندا قد ايه. يعني القاهرة اكبر من هولندا، تمام. فيعني عندهم بقى أزمة إيه في السكن، فكل البيوت تلاقيها يعني أصغر عشة في مصر أكبر من البيوت هنا. حمام بيتك أكبر من الشقق هنا. فده غير طبعا ان الايجارات بتودي المعيشه هنا غاليه جدا. هو المرتبات هنا حلوه وعاليه جدا، بس المعيشه برضو غاليه جدا. يعني عندك الايجار مثلا بيوصل ل 1500 و2000 يورو في الشهر. يعني متخيل الرقم 1500 2000 يورو ايجار في الشهر. ف ودوت بقى هيخلينا بقى نخش للنقطة اللي بعدها، هي الضرايب. يعني زي ما لسه قايل لك دلوقتي المعيشة هنا نار النار، غالية بطريقة مش لذيذة خالص. يعني الضرايب بقى هنا على كل حاجة حرفيا. يعني لما بتخش تعمل بيبي في الحمام بتدفع ضرايب، الاكل عليه ضرايب، البنزين عليه ضرايب، كل حاجه عليها ضرايب، مش بتهرب منها. بيجي لك جواب ازرق، ادفع يا حبيبي، ادفع يا بكختي. المهم الضرايب على كل حاجة، ودوت بيخلي يعني يعتبر أغلى حاجة هنا هي الضرايب، وديت اللي مخلية المعيشة هنا مولعة. رابع حاجة بقى الوحدة. هنا مهما كان حواليك ناس بتحس انك لوحدك. ليه؟ لان هنا كل واحد في حاله، الدنيا ماشية كده، هو شغالة اوتوماتيك. انت بتصحى من النوم تروح الشغل ترجع تاكل تستحمى تنام، وتاني يوم تصحى تروح الشغل لوحدك. حرفيا هنا الوحدة وحشة قوي 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 قوي. نوصل بقى لخامس حاجة، يعني الأكل مختلف. الأكل مختلف بطريقة يعني استغفر الله العظيم يا رب. يعني لو في مصر الأكل بتاع هنا ما يقدموهوش في المستشفيات، يعني حتى ولا أكل، يعني ولا ريحة ولا طعم ولا نفس ولا أي حاجة ولا توابل، كله يعني الأكل الهولندي الأكل الأصلي ملوش ولا طعم ولا ريحة ولا نفس ولا أي حاجة أي حاجة. يعني حرفيا أكل العيانين بتاع المستشفيات فيه طعم أكتر. ديت يعني مثلا حاجة مأزماني أنا شخصيا. يعني في مصر عندك الحاجات الحلوة، الكشري، الفول، الحاجات الحرشة دي، أنا بحب الكلام ده. بس المهم انا هقفل الفيديو دوت وهسيب لك شويه لينكات تحت في الوصف، ابقى خش دوس عليهم واتفرج عليهم وتابعني في كل حته. واحب اقول لك انا معك سيف امبابي من قلب هولندا. سلام.